تنسى الاشتراك في قناتنا لكي يصلك فيديوهاتنا الثقافية والرياضية وأيضا أخبار. أثار خبر زواج الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة بزميلته المذيعة السابقة في قناة الفراعين حياة الدرديري جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على 10 معلومات هامة لا يعرفها الكثير عن حياة الدرديري. دراسة حياة الدرديري. درست حياة الدرديري في جامعة الأزهر بقسم الصحافة والإعلام، الذي تحول فيما بعد إلى كلية الصحافة والإعلام قبل أن تعمل صحفية. تزوجت حياة الدرديري في سن صغير وهي لم تبلغ 17 عام، ولديها 3 أبناء وهم ياسمين وعبد الله ومنه الله، وهي لم ترى أبنائها منذ سنوات. اتهمت زوجها في حلقة سابقة مع توفيق عكاشة بخطف أبنائها، وقالت أن زوجها أفهم أولادها بأنها جاسوسة إسرائيلية ولم ترى أولادها منذ سنوات. تعتبر حياة الدرديري توفيق عكاشة مكتشفها والأب الروحي لها في عالم الإعلام. صرح عكاشة في أكثر من مرة أن حياة الدرديري في مقام ابنته، قبل أن يخرج بتصريحات جديدة في برنامج شيخ الحارة للإعلامية بسمه وهبة، والذي قال فيها أن حياة الدرديري هي حبه الأول والأخير. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لكي يصلك فيديوهاتنا الثقافية والرياضية وأيضا أخبار